حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وصل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالقدر
القدر فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرر خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن. اللهم صن وجوهنا اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرر خلقك ونشتع اللهم ونستحفظ ونستعوذ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. فاتح العالم سلفنا الصالحون وعلمنا وحبيبنا على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد فضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك قال أتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك فالأم عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك وإن بالانقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام
عليك أتقى الأنبياء. السلام على المشفع في القيامة، السلام على المضلل بالغمامة، السلام على المتوج بالكرامة، السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء. لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله، لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا حبيبنا، اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله، يا نبي يا رسول الله، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب. نودنا بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب. اشفع لنا يا حبيبنا، اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله، يا نبي يا رسول الله،
شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله الشفاعة لما نديت لبينا قدمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما نديت لبينا قدمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والاه جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال
بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في قلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتسر بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي بي وحبي ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الأشرف الأصلي بودي وحبي ما عطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من شرب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموت استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بمن قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه نورا حير الأبكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشريقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور
المبين صلى الله عليه وإلا فلن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الدليل تدوين محبته من أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايات في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السمع أوصى فيها العزيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمال قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل
لك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول وجئتني الله البرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين جئتني البرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله
جاء يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار على العرش راق الجميل راق الجالي وكلمه المولى الجليل مولى الجليل على العرش راق الجميل راق الجميل وكلمه المولى الجليل المولى الجليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار صلى مولانا عليه والآل وصحبه لاده صلى مولانا عليه والآل وصحبه لاده فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
وقد آن للقلم أن يخط ما حرقت فيه الأنامل مما استفاده الفم من شفاة هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا نشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن
المسيء قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله إن المسيء قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هادينا هيا بغره إلينا الآن يا سيد الرسل هادينا هيا بغره إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب معادين صدق وسري يا همة سادة الأقطاب معادين صدق وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادة ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادة يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا الحسب والنسب الأمنة والعلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صبح الباليات وضري بجدكم وبكم تنجاب صبح الباليات وضري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا ساداتي هذه الأسوى قوموا بنا واكشفوا عنا يا ساداتي هذه الأسوى واحموا مدينتكم غنى من جملة الشر والبلوى واحموا مدينتكم غنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله إن المسيء
قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله فحين عليه. قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وانظار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Hadiraki Rasulullah, pekerong dak Rasulullah, niat dan maksud kerentak kaki dalam ateh insyaallah barakan mahalul qiyam Rasulullah insyaallah. Asyraqa al-kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadda. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واهدنا نهج سبيله واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد مرحبا آمين يا
يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Atas kehadiran para habaib, para satid, kecuali untayan doa. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib di majelis kita, insyaallah akan menambah keberkahan di majelis ini. Dengan doa-doa beliau, kehadiran beliau akan membawa rahmat, akan membawa insyaallah barakah yang besar, dan apa yang menjadi hajat kita, berkah maulid, barakah dari para habaib, insyaallah hajatuna tayassar muhassan syai'an wa syai'an hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil ghafirah. Wa al-faqir memohon kepada habaib untuk nasihat, taujihat, irsyadat kepada kami agar supaya kami menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحضرنا وإياكم في هذا المجلس المبارك. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Abu Bakar bin Syekh Al-Habsyi memulai ceramahnya dengan syukur kita bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini. وقد سعدنا عندما رأينا هذه الوجوه الطيبة في مجلس رسول الله. Dan kami sangat berbahagia melihat wajah-wajah Anda yang penuh dengan barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقراءتكم كتب أحباب الله سبحانه وتعالى. Dan yang kalian baca adalah kitab-kitab kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. من السلف الأكرمين ومنهم العلماء من حضرموت بارك الله فيكم. Dan termasuk adalah kitab-kitab para ulama-ulama dari Hadramut. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. ولا شك أن الله سيعطيكم مما نووه من النيات الصالحة. Dan tidak diragukan lagi Allah akan memberikan apa yang menjadi daripada niat-niat kebaikan kalian semuanya. كونكم تقرؤون كتبهم. Dan kalian membaca kitab-kitab mereka semuanya. لأن المؤلف للكتاب يودع أسرار في هذا الكتاب. Karena pengarang kitab ini meletakkan rahasia di dalam kitabnya. ومن قرأه بنية صادقة يؤجر ويعطى ما طلبه إن شاء الله. Dan siapa yang membaca kitab-kitab para salaf dengan niat yang baik, maka Allah akan memberikan pahala dan menerima yang menjadi hajatnya. حاجة في النفس يا رب فقدها يا خير قاضي. Ya Allah, hajat kami sangat banyak, maka terima hajat kami. وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي. Dan tenangkan hati kami daripada ancaman neraka yang sangat في panas. سرور وحبور وإذا ما كنت راضي. Di dalam ketenangan dan keridhaan yang Engkau ridhoi, ya Allah. فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. Di dalam ketenangan, kesejukan yang penuh dengan keberkahan. قد كفاني علم من ربي من سؤالي واختياري. Sudah cukup pemberian dari Allah daripada apa yang telah aku minta. هذه الأبيات المباركة للإمام غوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. Ini adalah bait-bait syair yang digubah oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. وسألوه ما هي الحاجة قال يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي. Ketika ditanya apa sih hajat kita yang paling penting, yaitu kita ingin berkumpul di dalam surga Firdaus dengan orang-orang yang kita cintai termasuk Rasulullah. وكلنا يتمنى أن يدخل الجنة.
Kita semuanya kepingin masuk ke dalam surganya Allah وأن يشرب من حوض النبي محمد dan minum daripada air telaganya Nabi sallallahu alaihi وأن wasallam يشرب بيده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبدا dan minum air yang keluar dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minum tidak akan haus untuk selamanya. إن شاء الله لا يحرمنا وإياكم مثل هذه الخيرات. Dan semoga Allah tidak mengharamkan kita dari kebaikan-kebaikan tersebut. وحاشا الكريم أن يحرمنا ونحن جلسنا في مجالسه صلى الله عليه وسلم. Dan tidak mungkinlah Allah akan mengharamkan kita untuk mendapatkan kebaikan itu sedangkan kita duduk di dalam majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. القائل صلى الله عليه وسلم Yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ما اجتمع قوم يتدارسون القرآن tidaklah berkumpul suatu kaum yang mereka saling membaca Al-Qur'an إلا ونزلت عليهم السكينة kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan وغشيتهم الرحمة dan Allah siramkan rahmat kepada mereka وحفتهم الملائكة dan diliputi dengan banyak malaikat وذكرهم الله في من عنده. dan nama-nama mereka disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu وما wa عند taala. ربي أيها الأحباب Dan tidak ada yang lebih besar dari itu wahai para عنده pemuda. ما لا عين رأت Di dalam surga adalah nikmat yang tidak dipandang oleh mata, ولا أذن سمعت yang tidak pernah didengar oleh telinga, ولا خطر على قلب bahkan بشر. tidak pernah terlintas di dalam hati kita sama sekali. فهنيئا لكم يا من أحضركم هذا المحضر المبارك. Maka beruntunglah kalian yang hadir di tempat yang penuh dengan barokah ini. ووفقكم الله لمساعيكم المباركة Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam langkah-langkah kalian semuanya. وأثابكم وأجركم على فعل ذلك. Dan semoga Allah memberikan balasan pahala atas apa yang telah kalian lakukan. لأن طالب العلم رعاية من الله له. Karena tatkala kita mencari ilmu mendapatkan pandangan dari Allah Ta'ala. وحيتان البحر تستغفر له. Bahkan isi daripada lautan memohonkan ampun kepada orang yang mencari ilmu. فعلينا أن نحضر ونسمع. Dan hendaknya kita hadir dan mendengarkan. وإذا سمعنا ننوي العمل بما نسمعه. Dan kalau kita mendengarkan nasihat, niati untuk kita amalkan. وإذا عملنا به علمنا من لم يعلم من لم يعلم. Dan kalau kita sudah mengamalkan, maka ajarkan kepada orang yang belum tahu dan belum mengamalkan. حتى نكون مبلغين عنه صلى الله عليه وسلم. Sehingga kalian semua menjadi orang penyampai daripada lisan Rasul. القائل صلى الله عليه وسلم Yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, بلغوا عني ولو آية. sampaikan dari aku walaupun sedikit. علم زوجتك. Ajarkan kepada istri kamu, علم ابنك. ajarkan kepada anak-anak kamu, علم من أقاربك. ajarkan kepada orang dekat dengan kamu, علم جيرانك. ajarkan kepada tetangga kamu, علم كل الناس لتبعث مع نبي الناس محمد. ajarkan kepada semua manusia untuk kenal dengan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. Ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima semua yang menjadi apa yang doa kami. اقسم لنا من بركات العلماء والصالحين Dan berikan kami keberkahan daripada para ulama dan orang-orang soleh والأولياء والعارفين dan para aulia serta orang-orang arif, حتى نحشر معهم يوم القيامة. sehingga nanti kita bisa berkumpul dengan beliau semua di hari kiamat. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Orang yang kikir adalah orang yang tatkala disebutkan nama Nabi dia tidak ikut menjawab solawat. فلنكثر من الصلاة على النبي محمد. Maka perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad, وخصوصا في هذه الليلة المباركة. lebih-lebih di malam yang penuh berkah ini. القائل صلى الله عليه وسلم Di dalam hadis Nabi berkata, قائل صلى الله عليه وسلم صلوا علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. berbanyaklah solawat di malam yang penuh bunga dan hari yang penuh dengan berkah. وليلة الغراء ليلة الجمعة مثل هذا اليوم الخميس. Yang dimaksud malam itu adalah malam seperti ini, yaitu malam Jumat. واليوم الأزهر يوم الجمعة. Dan malam hari Azhar adalah yang dimaksud hari Jumat. قسم الله لنا ولكم بركات يوم الجمعة. Semoga Allah memberikan kita bagian keberkahan di dalam hari Jumat وليلة الجمعة. dan di malam Jumat. ووفقنا لما فيه الخير والصلاح. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk membuat kebaikan. وأعطانا ما طلبنا من الحاجات. Dan semoga Allah memberikan apa yang menjadi hajat kita. ونسأل أن يقضيها لنا ولكم. Dan semoga Allah menerima apa yang menjadi hajat kita. ويختم لنا بخير إن شاء الله. Dan mengakhiri hayat kita dalam keadaan terbaik. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin.
الحمد لله على ساعة نستمطر فيها فضل الله. Segala puji bagi Allah pada waktu-waktu yang seperti ini yang mana Allah menghujani kita dengan rahmat-rahmatnya. وأمطار الله سبحانه وتعالى تتنزل على قلب كل واحد كل يوم. Rahmat Allah ketika turun pasti akan menyentuh kepada hati semua yang menengadahinya. فمن يستقبل هذا الغيث وهذه المطر. Dan akan jatuh rahmat itu kepada orang yang siap menerima, siap menengadahi rahmat ini ketika diturunkannya. فإذا نزلت هذه الأمطار على القلوب أحيت القلوب. Ketika rahmat ini menyentuh hati seorang, maka akan hiduplah hati itu dengan keberkahan. وصار القلب حيا يستقبل كل مطلوب. Ketika hati itu hidup dengan keberkahan, dengan rahmat Allah, maka dia akan menjadi hati yang siap untuk menerima segala apa yang diminta kepada Allah. والقلب الحي هو الذي يذكر الله. Hati yang hidup adalah hati yang selalu ingat zikir kepada Allah. والقلب الميت الذي لا يذكر الله. Hati yang mati adalah hati yang lupa tidak zikir kepada Allah. فأحيوا قلوبكم بذكر الله. Maka ayo hidupkanlah hati kalian dengan perbanyak zikir kepada Allah, حتى تنتعش وحتى تتهيأ لذلك العطاء. sehingga hidup hati kalian dan sehingga siap hati kalian untuk menerima rahmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. وأعظم ما تتحققون به في مثل هذه المجالس أن تعقدون التوبة الصالحة. Dan yang paling agung untuk kita siapkan, untuk kita kerjakan ketika kita ada di majelis seperti ini, kita harus bersiap diri untuk taubat kepada Allah. لا تتزعزعون بعدها ولا تلتفتون لا يمنة ولا شمالا. Jangan sampai setelah kita bertaubat kepada Allah hati kita bingung untuk kembali bermaksiat kepadanya. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya Allah berkata dalam satu hadis qudsi, Allah membuka pintu malam, pintu penerimaan tobatnya supaya orang yang mengerjakan dosa di siang hari masih bisa bertobat kepada Allah. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. Begitu juga Allah membuka lebar-lebar pintu taubatnya di siang hari sehingga orang yang berdosa di malam hari bisa bertobat kepada Allah. الله في علاه يتلطف بنا لكي نتوب إليه. Allah dengan segala kemuliaannya sangat lembut kepada kita supaya kita bisa bertobat kembali kepadanya. سواء كانت في ساعات الإجابة مثل ختمكم الآن لدخول هذا المغرب. Seperti dimanapun waktu itu, seperti misalnya pada hari-hari sekarang, waktu yang sangat diterima oleh Allah, waktu ijabah, ataupun di waktu yang lainnya. نعم وقت الإجابة قبل المغرب قبل الغروب وبعد الغروب وأيضا قبل الفجر وبعد الفجر. هذه ساعات مباركة فاحرصوا عليها. Waktu-waktu ijabah itu diantaranya seperti waktu kita sekarang, 1 jam atau sesaat sebelum maghrib setelah terbenamnya matahari, dan sesaat setelah terbitnya matahari setelah subuh. فكانوا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى وإن لم يعملوا سيئات. Mereka orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, banyak yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka tidak mengerjakan dosa di siang hari atau di malam hari. وإنما عندما يقول الإنسان بعد الصلاة بعدما يخرج السلام عليكم ورحمة الله السلام، يقول أول شيء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Makanya kita diajarkan di antara bacaan-bacaan yang harus kita baca atau sering kita baca setiap kita selesai sholat, setelah salam kita langsung astaghfirullah. هو خرج من الذكر وخرج من الصلاة لكنه يقولون أهل الحقيقة أنه هذا سمو المعرفة بالله تبارك وتعالى. Padahal kita setiap selesai sholat tuh kita bukan setelah mengerjakan dosa, kita setelah sholat ibadah ngadep kepada Allah tapi diawali dengan istighfar. Ini makna bahasanya apa? Ini bukan berarti kita itu minta ampun kepada Allah gara-gara kita minta dosa. Kita murni minta ampun kepada Allah karena ini murni kita itu ngerti, karena kita sangat ngerti kepada Allah, seharus selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. فلا تنكث أيها المؤمن التوبة مع الله سبحانه وتعالى بأي عمل بعد ذلك. Maka jangan sampai kita itu untuk tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Allah sekalipun walaupun kita tidak mengerjakan dosa. Apapun kita pekerjaannya selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. واعزم على أن لا تعود إلى هذه المعصية. Wah, terus selalulah berazam, berniat untuk selalu bertobat kepada Allah, untuk terus bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. وإذا لديك حقوق أو لدى الناس لديك حقوق فرد الحقوق إلى أهلها.
Cara kita bertobat seumpama kita punya hak kepada orang lain, punya urusan tanggungan dengan orang lain, maka caranya taubat kita itu supaya diterima oleh Allah harus kita kembalikan, harus kita selesaikan hak itu. وهذا مجلس